ماشي باش نبقاو غاديين هكا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا القران راه رساله ماشي عا باش نقراو هكا، راه رساله ماشي على المسلمين الامم كاملين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للمسلمين، رحمه لليهود، رحمه للنصارى، رحمه للمجوس، رحمه للعالمين. فلهذا اخواني الكرام علينا ان نوحد الله وان نعبد الله، لان اول شيء اركان الاسلام ما هي؟ 5. ركن الاسلام 5 الاركان. اول ركن هو اشهد ان لا اله الا الله، يعني لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. ما تعبدش واحد، لا عبدتي شي واحد غير الله راك خاسر وراك مشرك وراه ما عندك حتى شي حاجه. عبد الله وحد الله. لا ما كنتيش كذا توحد الله وخا تصلي وخا تصوم وخا تزكي راه ما عندك حتى شي حاجه، لان اول شيء هو التوحيد. والتوحيد ما كنتيش توحدي الله راه ما عندك حتى شي حاجه. اول حاجه جاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لما قلتيش لا اله الا الله وخا تقرا القران وخا تقرا الزبور وخا تقرا القران ما عندك حتى شي حاجه، لان لا اله الا الله هي كل شيء. والقران الكريم يسمى المهم علينا. القران الكريم الله سبحانه وتعالى قال لك لو نزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا. كيف حنا نقراو القران وما نخشعوش؟ واش قال الله سبحانه وتعالى؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اذا كان عندك العلم وكنت تقرا كتاب الله وما كتخشاش الله راه ما عندك حتى شي حاجه. وانت كتشوفوا المساجد في المغرب، العلماء في المغرب ما يسمون بانفسهم علماء ولكن ليسوا بعلماء. انا اقولها بكل صراحه، لانهم لا يهتمون بقضايا الامه ولا يهتمون بامور المسلمين. ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. اللي ما كيهتمش مع المسلمين هذاك راه ماشي مسلم. الاخوان ديالنا كيتقتلوا، النساء كيتقتلوا، الاطفال اليوم جمع اليهود، بريطانيا، طاليان الى غير ذلك، فرنسا، الكفر كله تحامى على بلاد المسلمين اللي هي اول البقاع المقدسه اللي هي بيت المقدس. والمسلمين كيتفرجوا حكاما ومن والاهم الا الاحرار. تحيه الاحرار، تحيه الاساتذه المناضلين والمجاهدين ومن صار على ضربهم من جميع الاطر في المغرب وخارجهم. وتحيه الاحرار العالم اينما وجدوا، فانا احييهم من هذا المكان واقول بوركتم وبورك سعيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبوئكم من الجنه منازل. كل احرار اسال الله سبحانه وتعالى يخدم لهم لا اله الا الله محمد رسول الله. ولهذا الاخوان ديروا واحد الدعاء باختصار، ديروا واحد الدعاء للاخوان ديالنا في غزه. اللهم يا رب كل اخواننا في غزه عونا وظهيرا ومعينا وظهيرا، اللهم احفظهم، اللهم ارعاهم، اللهم يا رب كل اموانا لي نصيرا ومعين وظهيرا، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم يا رب انصرهم على من عاداهم، اللهم يا رب وفقهم لمن، اللهم وفق المقاومه ورجالها ونساءها لما كنت تحبون وترضاه، اللهم يا رب اعز شانهم في الدنيا والاخره، اللهم انما رفعوا لنا رؤوسنا في هذا الزمان فارفعهم الى اعلى الجنات في الاخره هم ونساءهم وابنائهم، اللهم ارحم شهداءهم وارحم اطفالهم وارحم موتاهم، اللهم يا رب تغمضهم في واسع رحمتك، اللهم الاحياء احفظهم بحفظك وايدهم بجنود من عندك، اللهم تركهم بقول ثابت، اللهم اجعلهم من جنودك الذين يرثون، اللهم ايدهم بجنودك التي لا يعلمها الا انت، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم نتنياهو ومن سار على ذنبه من الخونه من بني جلدنا، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزون، اللهم ارنا بهم عذاب قدرك، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت جموعهم، اللهم اجعلهم اموالا غريبه للمسلمين، اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارنا بهم عذاب قدرك، اللهم صهيون وخنزير امريكا ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة تل أبيب في رئاسته السابقة، اللهم يا رب يسعك أن تفتك به، اللهم صرف عليه مرضا يفتك وجعل عبرة للعالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحان ربك.